اهلا بيكم في ساعه شطرنج. النهارده هنتكلم عن بونزيان اوبن. دي افتتاحيه من افتتاحيات اللي بره الصندوق، اللي هو انت زي ما بيقولوا بتمرقص اللي قدامك. انت بتلعب الاي 4 وهو بيلعب الاي 5. اكتر نقله مشهوره، انت بتروح طالع بالحصان وهو بيروح طالع بالحصان عشان يحمي البدء بتاعه. في الوقت ده طبعا اللي قدامك بيكون مجهز كذا رد. عارف مثلا انت تبدا افتتاحيه ايطاليه، هتبدا مثلا تطلع بالحصان الثاني، هتبدأ الانتشار، فهو بيكون مجهز أفخاخ أو ردود وحافظ يعني الردود بتاعة الافتتاحية بتاعة بدء الملك. في الوقت ده احنا بنلعب السي 3. في الوقت أول ما بتلعب السي 3 في المعنى كده اللي انت بدأت افتتاحية بونزيان اوبننج. ففي الوقت ده طبعا هو بيكون أكتر نقلات مشهورة، بيروح لاعب بدء دي 5. في الوقت ده انت بتروح طالع بالملك. الوضعية اللي قدامنا دي في أكتر من حركة للأسود، زي مثلا اللي هو ياكل البدء أو يطلع يحمي الحصان بتاعه عشان يفك الربط اللي انت عامله على الحصان، أو يطلع يحمي البدء بتاعه خوفا من اللي انت تاكل البدء علشان انت طبعا عامل ربط للحصان. في الوقت ده طبعا كلها احنا هنشرحها، وبرضه هنشرح لو هو لعب تجاهل كل الردود دي ولعب الحصان في الاف 6. هنتكلم عن اول حاجه وهي ان هو لو كلب. طبعا في الوقت ده احنا بنروح لاعبين الحصان في الاي 5. حصان اي 5 طبعا الحصان ده مش هيقدر ياكل الحصان بتاعنا. ليه؟ علشان هو مربوط بالملك، عشان الوزير طبعا عامل تهديد فعلي بالملك. في الوقت ده بيبقى احسن رد للاسود اللي هو يطلع بالوزير. في الوقت ده اكتر نقله مشهوره للاسود اللي هو يطلع بالوزير في الدي 5. وزير الدي 5 معنى كده اللي هو بيحمي البدء بتاعه خوفا من اللي انت تاكل بدء وتعمل كش للملك، في نفس الوقت عامل هجوم على الحصان، في نفس الوقت برضه حامي الحصان بتاعه. افضل واحسن نقله احنا بنلعبها في الوقت ده اللي احنا ناكل حصان بحصان. في الوقت ده هو لو كلب الوزير ساعتها هو يكون خسر الوزير بتاعه. ليه؟ عشان هنلعب الفيل بتاعنا في البي 5. في الوقت ده احنا عاملين ربط بالوزير بالملك، الوزير ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يمنع ان اللي هو يتاكل، طبعا غير عن طريق اللي هو ياكل الفيل بالفيل، وساعتها احنا ناكل الوزير. ولو هو طلع مثلا بالفيل ده برضه احنا هناكل وبعد كده هيروح واكل، فساعتها هيخسر. فهو طبعا بيكون قرا الحركه دي ناكل، هو بيروح واكل ببدء سي 6. طبعا احنا دلوقتي بوظنا جناح اللي هو الوزير، ما يقدرش يبيت تبييت طويل، حاطين بدائين فوق بعض مبوظين له التشكيله بتاعته. بس ما بنقفش لحد هنا، احنا بنروح هاجمين عليه بالفيل. هو طبعا ما يقدرش ياكل الفيل بتاعنا بسبب ان الوزير حامي الفيل. طبعا هو لو لعب هنا احنا بنروح واكلين البيدق، عاملين كش ومهددين الطابيه. طبعا هو مش هيقدر يلغي التهديد ده غير مثلا اللي هو يلعب الفيل، يحرك الملك في اي مكان. في الوقت ده هيكون الطابيه بتاعته ببلاش ونقدر ناكلها. فافضل رد للوزير في الوقت ده اللي هو يروح لاعب الدي 6 علشان يبعد التهديد بتاع الفيل اللي انت عامله عليه. في الوقت ده احنا بنطلع بالبيدق. انت بتقولي اللي هو طبعا هو هياكل، احنا مش هنقدر ناكل بالفيل بسبب ان الوزير حامي. بس في فكره في الموضوع ده، ايه هي؟ اللي هو لما ياكل طبعا احنا طمعناه في الوقت ده، طبعا هو ما يقدرش يتقدم هنا. يعني هو احنا لو احنا ما بيتناش في المرحله الجايه وعمل كش مثلا للملك، احنا ساعتها هناكل. هو ما يقدرش ياكل بالوزير بسبب ان الحصان مغطي. تمام؟ في الوقت ده احنا بنروح مبيتين. طبعا احنا قلنا هو برضو ما يقدرش يتقدم عشان احنا هناكل بالفيل او هناكل بالحصان، هو مش هيقدر ياكل بالوزير، فهو بيطلع بالفيل علشان يبدأ الانتشار بتاعه او يبدأ اللي هو خطته في اللي هو يرقي البدء بتاعه. ده احنا بنروح لاعبين خطوة جميلة جدا ونلعب الفيل. في الوقت ده احنا مهددين الوزير. الوزير لو كل الفيل احنا نروح عاملين كش للملك ونروح واكلين الطابية. بعد كده هو طبعا لو حمى بالفيل احنا ناكل الطابية ونعمله كش تاني، فهو بيضطر يتحرك وساعتها هيكون راحت عليه التبييت وهيبقى مكان الملك في مكان سيء جدا. فبس الوزير بيبقى قاري برضو كل ده وبيرجع بالوزير بتاعه للدي 7. في الوقت ده احنا طبعا بنروح لاعبين الطابية بتاعتنا، بنبدأ نهجم على الوسط
بنبدأ نضاعف الوسط بتاعه ونقوي الوسط بتاعنا. هو في الوقت ده بيطلع مثلا بالحصان علشان يبيت، عشان زي ما احنا قلنا المكان الملك بتاعه في مكان سيء جدا. احنا بنروح واكلين البيضة، عاملين طبعا ضغط على الوزير. الوزير ما يقدرش ياكل الطابية بسبب الفيل، فهو بيهرب عن طريق اللي هو يغطي بالحصان. في الوقت ده احنا بنروح واكلين الحصان بالطابية. هو طبعا هياكل بالبيضة، احنا نروح لاعبين الفيل بتاعنا هنا عاملين ربط للوزير والملك. طبعا في الوقت ده ما بيبقاش فيه اي وسيلة للملك الاسود اللي هو يقدر يحمي الوزير بتاعه، فبيضحي بيه. ساعتها في الوقت دوت بينسحب الاسود. السيناريو ده بيبقى افضل سيناريو. طبعا احنا شرحنا افضل النقلات الاسود بيؤدي لمكسب لينا عن طريق اللي احنا ناكل الوزير بتاعه او ناكل الطابية بتاعته. تمام. طيب احنا قلنا لو هو كلب. طيب لو هو اتقدم بالفيل وحمى بالفيل الربط اللي انت عامله على الحصان بتاعه، احنا بناكل بيدق ببيدق. في الوقت ده طبعا الاسود بيبقى قدامه حلين لطاف، اللي هو اول حاجه اللي هو يرجع بالحصان ويكون مهدد لك الوزير بتاعك، بس ساعتها هو يكون خسر نقله فهو مش عاوز يعمل كده، فبيبدا يلعب الدي 4. الدي 4 هو عاوز يهجم على الحصان بتاعك ويبدا يربط، وطبعا يبدا اقصد ياكل. لما تيجي تاكل بالبيدق يبدا يضعف الوسط بتاعك عن طريق اللي هو حط 2 بيدق فوق بعض. فدي الخطه بتاعته. احنا بنرجع. هتقول لي ان طبعا في بدايه الافتتاحيه غلط اللي احنا نمسك نفس القطعه ننقلها مرتين. احنا طلعنا بالوزير ورجعنا بيه تاني، بس دي افضل نقله ليه؟ علشان هو هياكل في الوقت ده. طبعا هو متهدد البدء الحصان بتاعه، هو لو رجع هنا هيتاكل، وهو لو رجع هنا هيتاكل بالفيل. فطبعا هياكل بالفيل، بس هو مش ما بيفضلش كده، فبيروح واكل بالحصان. احنا بنروح واكلين بالوزير بتاعنا. هو بيطلع يبدأ يحمي بالحصان، يبدأ يغطي اللي هو ياكل البدء بتاعك. في الوقت ده احنا بنبدأ نحمي البدء بتاعنا بالفيل. هو هيبدأ يتقدم بالبيدق علشان طبعا هو محمي بالحصان، انت ما تقدرش تاكل، ولو كلت طبعا هيروح الوزير بتاعك. في الوقت ده احنا بنرجع بالوزير بتاعنا، عاملين طبعا اللي هو الخطة اللي جاية اللي احنا نطلع بالبيدق. طبعا البيدق ده ما يقدرش ياكل البيدق بتاعنا بسبب اللي هو عامل ربط للملك. في الوقت ده طبعا هو بيروح طالع بالفيل، يبدأ المنشار بتاعه عاوز يبيت علشان موضوع الربط اللي هو على البيدق والضغط اللي حاصل عليه. احنا بنلعب خطوة لطيفة جدا ونبدأ نسيطر على الوسط. عشان افتتاحية بونزيان الاوبننج اصلا يعني بتعتمد ان انت تبدأ تسيطر على الوسط بتاعك. انت لو معرفتش تسيطر على الوسط يبقى كده يعني كل خططك باظت والافتتاحية بتاعتك باظت. طبعا هو في الوقت ده ما يقدرش ياكل بالتجاوز. طبعا انتوا عارفين نقل بالتجاوز اللي هو لو اول خطوة للبدء بتاعنا اللي هي خطوتين لقدام فهو ياكل كده مثلا. طبعا هو ما يقدرش ياكل ليه؟ علشان احنا عاملين ربط بالبدء بتاعه بالملك الاسود. هو طبعا بيروح طالع بالبدء بتاعه علشان ما تعملش ربط كمان للحصان علشان الوزير. في الوقت ده احنا بنرجع بالفيل بتاعنا، نبدأ نطلع مثلا، نبدأ نعمل ضغط على البيدق ده عن طريق الفيل اللي هو هناكل. نبدأ نطلع بالبيدق، نبدأ نسيطر على الوسط بتاعنا. دي تاني حاجة اللي هو لو طلع بالفيل. يعني احنا عرفنا دلوقتي لو هو اكل احنا نعمل ايه، ولو هو طلع بالفيل احنا نعمل ايه. طيب لو هو اتقدم بالبيدق، لو هو اتقدم بالبيدق احنا ساعتها في الوقت ده بنبدأ نربط الحصان بالحصان. طبعا انت بتقول لي اللي احنا ليه ما ناكلش في الوقت ده. لو انت ركزت اللي هو هيعمل نفس السيناريو اللي فات، وطبعا هيبقى حامي الوسط بتاعه اكتر، واحنا مش هنعرف نبدأ نسيطر على الوسط بسبب الضغط اللي هو عامله حامي طبعا البادئ بتاعته. فاحنا تاني حل ومن الحلول اللي انت بتستخدمها اللي انت تطلع بالفيل. في الوقت ده هو طبعا لو طلع بالفيل احنا هناكل بالبيدق. ساعتها طبعا هيضطر اللي هو يحتاج الحصان بتاعه اللي هو يهرب، وهنروح واكلين، وهيتقدم بالوزير وهناكل الوزير بتاعه. وساعتها هيكون الملك بتاعه في النص مش هيعرف يبيت، وده اكبر غلط. واحنا نقدر نسيطر على الوسط الطريق اللي احنا متقدمين ببيدق زيادة. طيب تمام. هو هيروح طالع بالحصان، مش هيطلع بالفيل عشان يبدأ يحمي الحصان بتاعه علشان ما تاكلوش يعني الطابية. في الوقت ده احنا بناكل بيدق
ببيدق. في الوقت ده طبعا احنا عاملين ربط للملك، هو ما يقدرش يتحرك حصان بسبب الربط اللي حصل عليه. بس الاسود عنده حل، اللي هو ياكل بالوزير. ياكل بالوزير ليه؟ علشان يقدر يحمي الحصان بتاعه، اللي هو يعني ما تاكلوش. وهو لو كل، يعني هو لو كان كل بالحصان في الوقت ده، ساعتها انت هتاكل وهياكل بالبيدق، ساعتها انت هتاكل وهيكون هو متهدد وهنقدر ناكل الطابية بتاعته. فهو كل بالوزير عشان يقدر يحمي الحصان بتاعه. الخطوة بتاعتنا اللي بعد كده اللي احنا نتقدم بالبيدق. هو طبعا لو تقدم، لو هو اكل بيدق ببيدق، احنا بناكل بالحصان ونبدأ نعمل ضغط اكبر على الحصان بتاعه في النقطة ده، في النقطة دي. تمام. هو طبعا بيروح طالع بالفيل عشان يبدأ يبيت تبييت طويل. احنا في الوقت ده بنروح مبيتين. فاول لما نبيت هو هيروح متقدم بالبيدق، بيحاول يضعف الوسط بتاعك. احنا بنرجع بالحصان، دي افضل نقلة لينا. انت طبعا مش تقدر تاكل البيدق ده بسبب ان الوزير حامي، بس هو طبعا هيكون حمى البيدق ببيدق علشان يبدأ يحرر الوزير بتاعه. افضل نقلة لينا اللي احنا نلعب الحصان في البي 3. ليه الحصان في البي 3؟ علشان نبدأ نضغط على الجزء بتاع الملك، علشان هو طبعا هو خايف يبيت تبييت طويل بسبب الضغط اللي حصل عليه. ففي نقلة صايعة، يعني دي اكتر نقلة صايعة للاسود هو ممكن يعملها، اللي هو يلعب الحصان هنا. الحصان هنا انت لو كلت، هو هيروح واكل الفيل بتاعك، مهدد الوزير بتاعك ومهدد الطابية. طبعا انت هتبتدي تهرب من التهديد ده، هو هيروح واكل الطابية بتاعتك. طبعا انت مش عاوز تخسر الطابية بتاعتك في بداية الجيم، فاحنا ما بناكلش البيدق ده. طيب ده سيناريو اتمنى تكون انت فاكره، يعني علشان ما يحصلكش في حاجات قدام. احنا في الوقت ده بنعمل ايه؟ وافضل نقلة اللي احنا نطلع بالحصان بتاعنا في البي 3. تكون مركز في الوقت ده ان الحصان ده هنا ليه؟ علشان ما ياكلش الحصان بتاعك بالفيل، وساعتها طبعا انت هتاكل مثلا بالوزير او تاكل بالبيدق. وطبعا انت لو اكلت بالوزير هياكل بتاعك الفيل بتاعك، فانت بتاكل بالبيدق، وساعتها بيكون في بيدقين فوق بعض في الجزء ده، وانت حاجه ما تتمنهاش يعني، لا لد اعدائك. تمام. ففي الوقت ده طبعا تكون مركز في النقطه دي. فهو هيروح واكل مثلا افضل نقله ليه اللي هو ياكل فيل بفيل، احنا نروح واكلين بالحصان، ما ناكلش بالوزير عشان احنا مش عاوزين نخسر الوزير بتاعنا. عشان فكرة الحصان هنا اللي هي تكون احنا هنهجم على الجزء ده، هنعمل فورك. تمام. طبعا هنعمل كش للملك وهناكل الوزير بتاعه او هناكل الطابية بتاعته. طبعا هو بيكون قاري ده، فبيعمل ايه؟ فبيحرك الملك بتاعه، بس برضه مش هنرحمه، هنروح واكلين البيدق، عاملين فورك برضه ليه للوزير، وللطابية بتاعته هنقدر ناكلها. تمام. في الوقت ده طبعا هو بيبدأ يكسر، فاحنا هنكسر وهنقول له الشرف ده، بس في الوقت ده احنا هنروح متقدمين عليه بطابية. احنا قلنا في الوضعية دي اللي هو لو اتقدم بالبيدق ده احنا بنطلع بالوزير، وشرحنا اللي احنا نطلع بالفيل، او اللي هو ياكل بالبيدق، او اللي هو يحمي بالبيدق التاني. طيب لو هو طلع بالحصان في الوقت ده احنا ما بنطلعش بالوزير، بنلعب الدي 4. اول ما بنلعب الدي 4 طبعا الاسود بيطمع وبياكل بيدق ببيدق. في الوقت ده احنا بنروح متقدمين وعاملين ضغط للحصان بتاعه. هو مش هيقدر ياكل البيدق بتاعك علشان انت ساعتها تاكله في الوقت ده، فهو مش عاوز يخسر الحصان بتاعه في اول الجيم. هو بيروح لاعب الحصان هنا، احنا بنبدأ نعمل ربط للحصان، بمعنى اللي هو احنا نحمي البيدق بتاعنا، ونبدأ عاملين ضغط للبيدق ده وعاملين ضغط للحصان. فهو في الوقت دوت لو هو حمى، ودي اكتر نقلة مشهورة اللي هو يحمي بالبيدق، ساعتها احنا هنعمل اكل بالتجاوز وهناكل البيدق بتاعه. لو انت متعرفش الاكل بالتجاوز فانا في فيديو شرحه قديم، روح اتفرج عليه. تمام. فاحنا بنروح واكلين بالتجاوز، فهو بيحمي بالبيدق التاني، ساعتها احنا مش هنعرف نعمل اكل بالتجاوز عشان ساعتها البيدق بعيد جدا عن البيدق ده. في الوقت ده احنا بنروح واكلين بيدق ببيدق، هو بيروح واكل الحصان بالحصان، احنا بناكل الحصان بتاعه بالبيدق. في الوقت ده افضل نقلة ليه اللي هو يروح واكل
البيدق بتاعنا بالفيل. طبعا احنا عاملين ربط للحصان بتاعه، الحصان بتاعه مش هيقدر يتحرك في اي حته، فاحنا بنبدا نضغط عليه عن طريق اللي احنا نلعب البيدق بالاف 3 عشان ناكل الحصان. بس هو مش يعني ما بيخلكش تاكله بالساهل، فهو يروح عامل لك كش. ودي اكتر نقله مشهوره للاسود. في الوقت ده انت هتتحرك، انت هيكون يعني فوتت على نفسك التبييت، بس ده افضل رد ليك في الوقت ده. ساعتها هو هيبيت، احنا هناكل الحصان بتاعه. في الوقت ده طبعا هو لو كل البيدق بالبيدق، وطبعا هو عاوز يطلع، تركز في الحته دي اللي هو عاوز يطلع بالفيل بتاعه علشان ياكل الوزير بتاعك، فانت تروح عامل له كش عشان يبدا يتحرك، وتكون حامي البيدق بتاعك وتحمي الوزير بتاعك من ان هو يتاكل. في الوقت ده طبعا هو هيتحرك، احنا هنبدا نطلع ونحمي الفيل بتاعنا، ونبدا نطلع بالفيل ده ونبدا ننتشر الانتشار بتاعنا عادي جدا، وهنبقى متمركزين ومسيطرين على الوسط اكتر منه. طبعا كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، واحب اشكر اللي اقترح عليا اللي احنا نشرح الافتتاحيه دي. طبعا الافتتاحيه دي من الافتتاحيات اللي هي مش صعبه، بس هي غير المألوفه، فمحتاج اللي انت تلعب بيها كتير علشان تحفظها. وديك بتبقى جميله في اللي انت لما بتيجي تلعب بليتس 3 دقايق بتبدا، انت طبعا بتبقى عارف الافكار دي كلها، بس اللي قدامك مش عارف الافكار دي، فبيبدا يفكر اكتر، فساعتها انت بتكسب وقت او بتكسب بالانتشار بتاعك افضل يعني. وانتظروني في فيديو جديد.